نسطر حروفا من ذهب في سماء الإعلام المصري السلام عليكم ورحمة الله والعربي. تعالى. كنا لسه مكملين معاكم تغطية خاصة جدا لعدسة البرنامج مع المحاور من معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته 57، ومع كاتبة متألقة صاحبة قلم مبدع الأستاذة شيماء الغلباني في حكايات ورد ودموع العين اليسرى. أهلا وسهلا بك يا أستاذة. حضرتك كلمينا عن دموع العين اليسرى كده في عجالة سريعة. هو كتاب خواطر مكون من 50 فقرات، كل فقرة في يوم بتوصف وضع معين في حياتنا بنمر بيه أو بنحس بيه. طيب حكايات ورد حكايات ورد ورد معلق دي مجموعة قصصية من بطلة واحدة بس في مراحل عمرية مختلفة بتوصف المشاكل أو الحاجات اللي بتأذي نفسية البنات، يعني من سن 10 سنين لحد ما بتكبر. يعني نقدر نصنفها انها روايه ايه؟ روايه فانتازيا مثلا ولا روايه اجتماعية تثقيفيه اجتماعيه؟ واقعية أوي، كل اللي فيها بيحصل مع ناس كتير. طيب تحبي تقولي ايه لجمهورك النهارده؟ لا أنا بشكركم بس يعني اقرأوا، بحب القراءة لأن هي أفيد كتير أوي، أفيد كتير أوي من التليفونات والسوشيال والحاجات اللي احنا عايشينها اليومين دول. طيب لو حبينا نعرف في جمله بسيطه مين شيماء الغلباني نعرفها ازاي؟ كاتبة يعني أنا بحس إن أنا ربنا ميزني إن أنا بعرف أعبر عن نفسي من البشرية أكتر. موفقه دايما ان شاء الله ودايما في تالق ونجاح، ان شاء الله نشوفك في ابداعات اخرى. استنوني في كل ما هو جديد ومختلف من خلال عدسه برنامج مع المحاور. كان معكم عصام الدسوقي من معرض القاهره الدولي للكتاب. دمتم بكل خير والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.